المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم العناوين. رئيس جمهورية جنوب السودان يصل إلى العاصمة أسمرة في زيارة عمل رسمية. حاكم القاشبركة يدعو لمنح متابعة تنفيذ البرامج العملية اهتماما أكبر. دعوة للقيام بمتابعة الإنتاج الزراعي حتى الحصاد في مديرية أصمات. أمريكا تجمع 300 مليون دولار من حلفاء لتحقيق الاستقرار بسوريا. الرئيس الأفغاني يهنئ القوات المسلحة على الانتصار في غزة. والصين تحتاج على تقرير للبنتاغون وتقول إنه مجرد تكهنات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وصل رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير ميارديت صباح اليوم السبت 18 من أغسطس إلى العاصمة أسمرة في زيارة عمل رسمية بدعوة قدمها له فخامة الرئيس إسياس أفورقي. واستقبل سيلفا كير ميارديت لدى وصوله مطار أسمرة الدولي فخامة الرئيس إسياس أفورقي والوزراء، وقد حفل الاستقبال بالنشيد الوطني للبلدين. ويتباحث الرئيس سيلفا كير في زيارته الرسمية إلى إريتريا مع فخامة الرئيس إسياس أفورقي حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورافق الرئيس سيلفا كير ميارديت في زيارته الرسمية كبار مسؤولي الحكومة في جمهورية جنوب السودان، بينهم وزير الشؤون الخارجية السيد نيال بينغ نيال ووزير مكتب الرئيس السيد مايك آيول بينغ. دعا حاكم إقليم القاشبركة السيد فسحية هايلة المسؤولين المعنيين لتعزيز متابعة الأعمال الجارية لضمان تنفيذ البرامج العملية. وأوضح السيد فسحية في الاجتماع التقييمي الذي عقد في 15 من أغسطس الجاري بمدينة بارونتو لتقييم عملية تنفيذ البرامج وتطوراتها، أوضح إنجاز أعمال فعالة في النصف السنوي الماضي خاصة في تمهيد وتوزيع الأراضي الزراعية التي تروي بالأمطار الصيفية وانتخابات مدراء الضواحي، بالإضافة إلى تقييم أنشطة مجتمعية ومحاكم أهلية في المديريات، منوها إلى متابعة جيدة ومراقبة لازمة للبرامج وعملية تنفيذها باتباع اللوائح. وفي التقرير الذي قدمه مسؤولي الأقسام أوضح تنفيذ برامج فعالة في تعزيز إدارة الموارد البشرية والحركة المالية والممتلكات، بالإضافة إلى صيانة وبناء الحفائر ومؤسسات الخدمات الاجتماعية والجسور والطرق، وكذلك أنشطة حفظ المياه وحماية التربة. وأوضح في التقرير المقدم فيما يتعلق بمؤسسات الخدمات الاجتماعية ونتائج أنشطتها ضرورة بذل جهود حسيسة متكاملة لتعزيز المساهمة في القطاع التعليمي ونتائجه. وذكر في الاجتماع وضع خطة لزراعة حوالي 250 ألف هكتار في الإقليم، حيث تم زراعة حوالي 75% بواسطة الآليات والأسلوب التقليدي، وبفضل الانتشار الواسع للأمطار التي بدأت تهطل في كافة مناطق الإقليم منذ منتصف يوليو المنصرم ولا زالت تتواصل بشكل جيد، توجد أوضاع المزروعات في وضع جيد. في الختام بحث المشاركون أنشطة 16 مديريات في النصف السنوي الثاني وتطوراتها واستمراريتها. ذكر مكتب وزارة الزراعة في مديرية أصمات مزارعي المديرية لمتابعة مزارعهم حتى مرحلة الحصاد. وفي التوضيح الذي أدلى به مسؤول مكتب الزراعة في المديرية سيد ياسين عثمان عبر الهاتف لوكالة الأنباء الإريترية، ذكر زراعة 3593 هكتارا من أصل 4193 هكتار، وسوف يتم توزيع 600 هكتار الباقية لمزارعين آخرين. وأشاد السيد ياسين مساعي المزارعين الجارية لحصاد إنتاج وفير من الأراضي الزراعية التي وزعت إليهم ضمن برنامج توزيع الأراضي الزراعية، وناشد المزارعين لمتابعة مزارعهم حتى وصلت إلى مستوى جيد من دودة الحشد الخريفية وغيرها من الآفات الزراعية الأخرى. بدورهم أوضح المزارعون بذل جهود حسيسة بداية من شهر أبريل المنصرم لتسميد وتمهيد أراضيهم الزراعية، مشيرين إلى أنهم منهمكين في أنشطة زراعية نشطة مستفيدين من هطول الأمطار الغزيرة بداية من يوليو المنصرم.
صرح رئيس جمعية أمراض التوحد والإعاقة الذهنية الوطنية المقدم برهان بخرزين لوكالة إيرينا بأن مسؤولية ضحايا المرض تقع على عاتق كافة أفراد المجتمع، لذلك ينبغي على أن تمنح اهتماما أكبرا على المستوى الفردي والمؤسسي والأهلي. وذكر المقدم برهاني بأن الجمعية وضعت برنامجا لرفع وعي المجتمع وتحسين الحياة المعيشية للضحايا، وقد شارف البرنامج على عملية التنفيذ، مشيرا إلى أن خلق أرضية ملائمة لضمان حقوقهم عبر الاعتماد على الذات وتقديم خدمات تتماشى مع إعاقتهم تعد من أحد المهام التي توليها الجمعية اهتماما أكبر. وأوضح ارتفاع وعي ومعرفة المجتمع عامة، إلا أنه لا زال متدنيا في بعض المناطق، وقد نظمت لتقرير ذلك حملات تعبئة وسيمينارات وندوات في 44 مديريات للآباء والمعلمين والشركاء وغيرهم من الجهات، وسوف يستمر البرنامج على باقي المديريات. في غضون ذلك أجرت الجمعية بالتعاون مع الشركاء بحثا أوليا بطباعة كتابين يسردان كيفية التعرف على المولودين مع هذه الإعاقة ويبرزان الرعاية الجارية بأسلوب علمي، وأيضا يعرفان على أسباب الإعاقة وكيفية مساعدة الضحايا للاعتماد على ذاتهم وغيرها من المواضيع. وأشار المقدم برهاني إلى فتح مدارس تقدم الخدمات التعليمية في كافة الأقاليم لضحايا أمراض التوحد والإعاقة الذهنية. ومع ارتفاع وعي المجتمع ازدادت نسبة إرسال الأسر أبنائهم المعاقين إلى تلك المدارس، مناشدا الجهات المعنية لمنحه اهتماما أكبر. هذا وتضم جمعية أمراض التوحد الوطنية التي تأسست في عام 2010 3000 عضو. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. في الأنباء العالمية، قالت الولايات المتحدة أنها ضمنت الحصول على 300 مليون دولار من شركائها في التحالف للمساعدة في تحقيق الاستقرار في مناطق بسوريا تم استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية بعد مطالبة الرئيس دونالد ترامب الحلفاء بالمساعدة في تحمل تكاليف الحرب. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستعيد توجيه 230 مليون دولار من التمويل المجمد لأغراض أخرى غير سوريا، وأكد أن الخطوة لا تعني انسحاب واشنطن من الصراع. وكان ترامب قد جمد الأموال في مارس، مهددا بسحب القوات الأمريكية من سوريا إلى أن يتم إجراء مراجعة لإعادة تقييم دور واشنطن في الحرب الضارية المستمرة منذ 7 سنوات. وعينت الولايات المتحدة الدبلوماسي والسفير السابق لدى العراق جيم جيفري مستشارا لوزير الخارجية مايك بومبيو لشؤون سوريا في مهمة ستتضمن الإشراف على دور الولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي في سوريا. هنأ الرئيس الأفغاني أشرف غني القوات المسلحة في غزة على انتصارها على مقاتلي طالبان في المدينة الاستراتيجية بعد اشتباكات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 150 جنديا و95 مدنيا. وانتهى حصار طالبان الذي استمر 5 أيام لغزة بعد أن أعلن مسؤولون أفغان أنهم استعادوا السيطرة الكاملة على المدينة بقتل مئات من مقاتلي طالبان. والتقى غني بمسؤولين في غزة وهي مدينة بوسط أفغانستان على الطريق السريع الذي يربط العاصمة كابول بالجنوب لتقييم الوضع الأمني، كما اجتمع مع أسر الضحايا. وكشف الهجوم مدى هشاشة سيطرة حكومة غني المدعومة من الغرب على الوضع الأمني وعجزها الواضح عن منع هجمات على نطاق كبير. قدمت وزارة الدفاع الصينية شكوى للولايات المتحدة بشأن تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قال إن من المرجح أن الجيش الصيني يتدرب لتوجيه ضربات للولايات المتحدة وحلفائها، قائلة إنه مجرد تكهنات. وصدر هذا التقييم في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين الصين وأمريكا بسبب التجارة، وقد ورد ضمن تقرير سنوي سلط الضوء على جهود الصين لزيادة نفوذها العالمي بإنفاق دفاعي قدره البنتاغون بأنه تجاوز 190 مليار دولار في 2017.
وقالت وزارة الدفاع الصينية إن تقرير البنتاغون أساء تفسير نوايا الصين الاستراتيجية وضخم ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني. وبينما تحتفظ واشنطن وبكين بعلاقة عسكرية تستهدف احتواء التوتر، تعرضت هذه العلاقة لاختبارات في الشهور القليلة الماضية، خاصة في مايو عندما سحب البنتاغون دعوة وجهها للصين للمشاركة في تدريبات بحرية تشارك فيها عدة دول. في النبأ الأخير، شهد المؤتمر العالمي للروبوتات لعام 2018 المقام في العاصمة الصينية بكين عرضا تعريفيا لروبوتات ذكية مستخدمة في مجالات مختلفة. وعرضت شركات من دول عديدة منتجاتها التكنولوجية الروبوتية الذكية التي يمكن استخدامها في قطاعات مثل الصحة والخدمة والشحن والأمن. ولفتت انتباه المشاركين عرض روبوتات تلعب كرة المضرب وترقص وتعزف، وأخرى تستخدم في الشحن وغيرها وفقا لما ذكرته وكالات. وانطلق المؤتمر العالمي للروبوتات 2018 في العاصمة الصينية الأربعاء، ويستمر لغاية غدا الأحد 19 من أغسطس الجاري. وبحسب ما ذكرته صحيفة تشاينا ديل الصينية، سيشهد الحدث مشاركة أكثر من 12,000 فريق متنافس من أكثر من 10 دولة ومنطقة، بينما من المتوقع حضور أكثر من 50,000 مشارك. ويعد هذا الحدث بمثابة منصة شاملة للتواصل والتعاون في مجال صناعة الروبوتات في جميع أنحاء العالم، كما يهدف إلى تحفيز البحث والابتكار في هذا المجال. ويضم الحدث 4 أنشطة كبرى، منها ندوات ومناقشات بين الخبراء والباحثين والعاملين في القطاعات ذات الصلة، ومعرض لإحداث الابتكارات والمنافسات، إضافة إلى جناح خاص يعرض مركبات ذاتية. هكذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.